انت بحياتي يا عين ما شفت زيه دايما دموع الفرح فيه سطرين والباقي كل عذاب. دايما دموع دايما يا قلبي طريقنا شوك، وكتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب. اولا بس اي كلام هقوله دلوقتي لا يمت للي قال الكلام ده ولا للي كتب الكلام ده ولا للي لحن الكلام ده. فقضيتي مش قضية اشخاص، قضيتي قضية كلمات، وما ادراك ما الكلمات. للاسف عشت فترة كبيرة جدا 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 مع الاغاني وكنت بتفاعل معاها بكل حواسي. مجرد ما اسمع كده دايما دموع احس ان الدموع طالعة بمنتهى الحرقة. مجرد ما اسمع كتاب حياتي يا عين على طول افكر هو ايه حلو في الحياة وليه كمية القرف وكمية المشاكل. بعيدا عن المشاعر اللي بتصدرها لك او اللي الكاتب او الملحن او المغني بيحاول يبعتها لك، ولكن خليني اقول لك ان واحدة من اهم تكوين الفكر هي الحاجات اللي بتخش له بشكل مباشر او حتى بشكل غير مباشر. تخيل كده ان انت قاعد في عربيتك وبتسمع الصحاب خاينين والصحاب باعوا واللي باعنا خسر دلعنا. تخيل القناعة اللي هتتكون في عقلك واللي اتكونت في عقلي لما مشيت بالمنهجية دي. تخيل واحد ماشي بمنهجية في الحياة ان هو دايما دموع وكتاب حياته الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب واللي باعنا خسر دلعنا. تخيل هيشوف ايه في الحياة. من اخطر ملوثات الافكار هي الكلمات اللي بتخش بشكل غير مباشر، اشبه كده بالسم في العسل. هتاكل عسل مسمم طعمه حلو ولكن هيدمر لك صحتك وهيدمر لك فكرك، وده لسبب بسيط جدا جدا ان انت مش هتشوف غير اللي انت بتفكر فيه. عشت فترة كبيرة جدا جدا يعني بقى اكتر تقريبا من 20 سنة، وتربيت على الاغاني بقى من زمان قوي قوي، اللي هي من نوع حب ايه اللي انت جاي تقول عليه انت عارف قبله معنى الحب ايه، لحد ما لقينا حيران كده ليه متغير ليه. بعديها على طول دخلت علينا مرورا باغاني الحزن اللي كلها بتتحدث عن الفراق وبتتحدث عن الهجر وبتتحدث عن ان فلان لما سابني حياتي كلها اتدمرت ولما بعد عني الدنيا كلها اسودت في عيني، وحاجات بتتكلم عن انك كل ما بتقرب من حد بيبيعك وبيخونك. لحد ما من فترة ابتدت تخش الاغاني او المهرجانات اللي هي من نوع مفيش صاحب بيتصاحب، مفيش راجل بقى راجل، مفيش صاحب بيتصاحب. لحد بقى ما وصلنا يعني ان العالم مخنوق منكم انا بامانه، بتفرحوا في بكانا ده احنا تعبنا. لحد اغاني بقى لوم النفس وان انت تدوس عليها وراجع ليه تاني، راجع ليه من تاني. اغاني كلها او كل كلماتها على قد ما هي لحنها ممكن يسعدك ولكن كلماتها ممكن تسمك وتسم فكرك. اولها راجع ليه تاني، مفيش تسامح خلاص. يعني كل او 99%، بلاش 99%، خلينا نقول لو في 100 اغنية هتلاقي منهم تقريبا 90 اغنية او 95 اغنية كل كلماتها لا اراديا بتاخدك لمنطقة سفلى في الفكر، بتاخدك لمنطقة أشبه بالجحيم النفسي، وتسمع الأغنية وتقعد تعيش في العربية بتاعتك أو تعيش في البيت بتاعك وانت شايف الدنيا سواد والدموع وكتاب الحياة اللي كله أحزان. هل انت متخيل لما تصدق وتقتنع بالكلام ده؟ هتقول لي ايه اقتنع؟ انا كنت بقول لنفسي كده يا عم ده كلام وخلاص، ولكن والله فعلا لقيت ان لا اراديا مع تكرار الكلمات دي في العقل وفي المخ انت بتلاقي نفسك واحدة واحدة ابتديت تتشكل طبقا ليها. هتلاقي نفسك ما بتشوفش غير الصحاب البياعين، هتلاقي نفسك كل اللي بيجي لك خاين، هتلاقي نفسك ان انت كل الناس عمالة تبيعك. ليه؟ ما هو كل اناء بينضح بما فيه، كل حاجة كده بتطلع اللي جواها. عمرك ما هتفتح سمكة هتشم فيها ريحة مسك، مش منطقي يعني. هي طيب الاغاني غلط ولا صح؟ واتعامل ازاي معاها، مع مسممات الفكر دي؟
وطبعا انا مش عايز اخوض في الاغاني اللي بتخش في الاعراض وبتخش في الخيانات، والاب اللي مش عارف عمل ايه مع مين، والاخ اللي عمل ايه مع مين، وكمية كلمات وآفات ومدمرات ومخدرات للفكر بتدمر الدنيا كلها، بتدمر لك حياتك. ما هي حياتك دي دنيتك، فهي دنيتك هي اللي هتتدمر. فلو دنيتك اتدمرت هيفرق معاك ايه الدنيا الخارجية حلوة ولا وحشة؟ يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. وانا مش جاي اقول لك الاغاني حلال او حرام، مش دي قصتي خالص، مش دي قصتي. روح ابحث بقى واسال بقى الناس اللي بيقولوا حلال وحرام. انا ما بقولش حلال وحرام، مش بتاعتي اصلا. انا قصتي حاجة واحدة بس، ان انا احمي لك فكرك، لان كل اللي هيدور في فكرك دلوقتي هو فعليا اللي انت هتشوفه. تخيل انت متخانق مع حد او شادد مع حد او مختلف مع حد في رأي، رحت جاي مشغل اغنية بتقول الناس كلها خاينين، وبتقول الناس كلها بياعين، وبتقول احنا مفيش مننا واحنا جامدين. اغاني كلها كبر وكلها غرور وكلها للاسف. لو انت زعلان من شخص 1 من 10 هتاخدك لل10 من 10 وانت قاعد كده، فهتقفل لك كل ابواب الصلح وكل ابواب العفو وكل ابواب التسامح والتصالح مع الانسان ده. طب ايوه اعمل ايه؟ ارجوك اولا حاول لو هتسمع اسمع الحاجات اللي يعني نوعا ما فيها حاجات طيبة، اسمع حاجات كده يعني ليها علاقة بالحياة، بحب الوطن، بحب الام، بحب الاب، بحب العيلة، بحب، اسمع حاجات فيها حب وخير. دي اول شق. الشق الثاني، اجبرت خلاص وقاعد كده واشتغلت دي احداد على الناس اللي كان ليهم ضمير صاحي، اسمع بس اوعى تربط مشاعرك ولا مشاهدك ولا اي حاجة بتحصل في حياتك بالكلمات اللي انت بتسمعها. ارجوك، مدمرات والله خطرها على العقل اكتر من خطر المخدرات. على الاقل المخدرات هتشربها وانت خايف، هتشربها وانت متداري، هتشربها بعيد عن عيون الحكومة او عيون الناس. انما دي انت ممكن تسمعها في اي حتة وسط كل الناس. ما تكونش خارج من الشغل مخنوق ومتضايق فتروح جاي سامع كده وانت مروح في التاكسي ولا في الميكروباص، ولا سمعت اي اغنية تتكلم عن الغدر والناس كلهم غدارين وبياعين وتقول بس خلاص دي رسالة. لا، دي رسالة من عند الشيطان حضرتك، مالهاش علاقة باي حاجة خالص، ده شيطانك هو اللي بعتها لك. حاجتين نحاول ننتقي اللي بنسمعه. الحاجة التانية، لو سمعنا ما نربطش مشاعرنا عشان ما نلبسش في الحيط والدنيا تسود معانا. وعايز اقول لك ان لما طبقت المنظومة دي بسمع كتير، ساعات ببقى قاعد، ساعات حاجة بتشتغل، ساعات انا بشغل، ولكن ما بربطش مشاعري تماما باللي انا بسمعه. عادي انا بسمع حاجة كده، انا اسف في اللي هقوله ده، بس كأنك كده بتتفرج على عالم الحيوانات وسمعت صوت اسود وصوت غزلان وصوت عصافير، مجرد اصوات ملهاش عليك اي تأثير. الشق الاخير في الموضوع، محاولتك ان انت تفضل عايش مع الماضي الاليم والمشاهد اللي حصلت في حياتك واللي باعك واللي سابك واللي غدر بيك، وتشغل الاغاني عشان تاكد لك الكلام ده، للاسف هتدمر اللحظه الحاليه اللي انت عايش فيها. لان الانسان مننا بيعيش ما بين 3 مراحل في حياته، ما بين ماضي عدى وفات، وما بين حاضر مستمر وهو عايش فيه، وما بين مستقبل لسه معالمه مش مجهوله. فانا المفروض اعيش في انهي مرحله في دول؟ المفروض ان انا اعيش في ال3 مراحل دول. اول حاجه اعيش مع الماضي وافتح بابه واخد منه دروسه والعبر بتاعته واقعد اتعلم منها عشان ما اكررهاش في الحاضر، عشان يتصلح المستقبل. فالله يبارك لك، خد بالك من ماضيك لانه بيشكل حاضرك، وهو اللي بيرسم مستقبلك. ربنا يحفظك ويكفيك شر السموم اللي بتتحط جوه العسل. السلام عليكم.